صراحه تصدمنا من المستوى اللي قدم المنتخب التونسي. كنا نتسناو صراحه جرينتا اكثر من هكا، حضور اكثر من هكا، لعب بريسينغ اكثر من هكا، محاولات. سيرتو ان المنتخب التونسي كان في الاغلبيه ديال الماتش كان متفوق عدديا بسبب الطرد ديال اللاعب كوليبالي. بغيت نسولك اخي كريم على المستوى ديال المنتخب التونسي، شنو بان لك فيه؟ والصراحه المستوى ديال المنتخب التونسي بان لي المنتخب التونسي صراحه في لا بروميير ميطون لا دوزيام ميطون كان لعب مزيان، ولكن الخروج ديال حنبعل هو اللي قلب الطاوله كما كنقولوا، وخلى واخا تفوقوا الهدف ديال الشواط في الدقيقه 88 تنظن، ولكن ما عرفوش يحافظوا على ما عرفوش يحافظوا على النتيجه ديالهم، وداك الشيء ساهم انهم يمشيو يلعبوا في الاكسترا تايم. الاكسترا تايم بانوا لينا اللعابه ديال مالي واقفين تبارك الله احسن من اللعابه ديال تونس استنزفوا بدنيا من خلال المجريات ديال المباراه. شوفوا التغييرات ديال المدرب ديال مالي كانوا في المحل ديالهم باش تيبدل اللاعب، تيشوفوا مثلا مابقاش يعطي مزيان في التيران تيخرجوا تيدخل لك واحد اللاعب فهمتيني بواحد الطاقه بدنيه اللي يقدر يعطي واحد 90 دقيقه عاود ثاني. ولكن بلاتي هضرتي دابا انت على التغييرات اللي دار المدرب ديال مالي، ولكن بالنسبه للتغييرات اللي دار المدرب ديال تونس شنو تيبان لك في التغييرات اللي دار؟ سامي طرابلسي صراحه اليوم ما كانش موفق. احسن لاعب في المباراه نقدروا نقولوا حنبعل، خرجوا ما عرفناش حنا كلشي تفاجئ فاش شاف حنبعل، حيت هو كندير واحد التنشيط هجومي اللي ما يمكنش حتى من المعلق اللي هو تونسي الشوالي قال لهم بانه تفاجئ بالخروج ديال حنبعل، حيت هو اللاعب اللي تيحلك اللعب في التيران، تيطلق لك لي باس لي زاتاكون لي زيل تيحل فهمتيني، تتلقى مثلا تيديروا دوك الكروسات من الجناب. دونك فاش خرج هو بحال صافي المدرب قتل التنشيط الهجومي ديالو. تبارك الله عليك.